بص يا صاحبي عشان ما اكدبش عليك انا ما كنتش هعمل حلقه، انا كنت داخل انام فبفتح الفيسبوك كده لقيت قائمه فريق الزمالك نزلت، فقعدت بصيت عليها الحاجه قدامي فقلت حاجه قدامك معاك، فقبل ما الاقي حاجه قدامي بعد كده نخش نصلي على النبي الاول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق اجمعين، فصلوا عليه كتير في الكومنتات عشان ناخد حسنات انا وانت. تمام الدنيا مظبوط. تاني حاجه هي اعمل لايك واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد كده ونبقى اسره مع بعضينا والموضوع يبقى حلو مع بعض. تمام. بص يا سيدي، اعلن يانيك فريرا مدير الفني لنادي الزمالك قائمه الفريق اللي مؤقت مدة نظبطه بكره. بالمناسبه ماتش الساعه 9 عايزين نجهز نفسنا كده عشان ان شاء الله نبقى في الصداره باذن الله يعني. فلاحظت ان القائمه فيها غياب ل8 اسامي طبيعي، لكن بص الاسامي اللي غايبه: احمد حمدي، عمرو ناصر، عبد الحميد معالي، المهدي سليمان، محمود جهاد، ايشو، واحمد ربيع. تعال نتكلم واحده واحده ومن تحت لفوق. احمد ربيع اصابه، حلو. ايشو نقول له عدم اقتناع فني لان انا وانت مش مقتنعين بيه. محمود جهاد لسه راجع من الاصابه عادي. المهدي سليمان هتقول عندك صبحي والشناوي واسمه ايه يا رب عواد. تمام. تخش بقى احمد حمدي وعمرو ناصر وعبد الحميد معالي. ليه؟ الله اعلم، في حاجه في دماغ المدرب معاك. تمام. لكن انا دلوقتي عاوز اقول لك حاجه. قائمه الزمالك شهدت رجوع شيكو بنزا واحمد حمدي وعوده محمد السيد، قصدي غياب احمد حمدي. تمام. فانت النهارده تيجي تفهم تقول احمد حمدي مش موجود ليه؟ هنقول له ماشي مش موجود بسبب مشكله التجديد، يعني في مشاكل في التجديد فانا مش عاوز يعتمد عليه على ان الراجل ده مشغول بالتجديد وقصه. نقول له ماشي ما اختلفناش، حلو. طب انت حاطط محمد السيد ليه اللي خلاص بنسبه تخطى 90% اصبح لعيبا في النادي الاهلي؟ يعني راح الاهلي خلاص. انا بقول لك الاهلي متفق لحد اللحظه اللي كنا فيها دي على محمد السيد ومخلص معاه كل حاجه، والراجل رفض التجديد لحد اللحظه اللي كنا فيها دي. الموضوع كله في جون ادوارد حاول يخلص الموضوع، اي بترضي ولا بترضي، لكن قريب لحد النهارده من رحيل الزمالك قريب. الراجل يحق له التوقيع في يناير، يحق له التوقيع في يناير. طب انت النهارده استبعدت احمد حمدي على كلام بعض المصادر الزملكاويه الغير موثوقه بسبب مشكله التجديد. طب النهارده اتحط محمد السيد ليه؟ مع ان انا مدبح صوت الفيديو اللي فات وقلت محمد السيد يكون موجود، انا مش زعلان ان محمد السيد مش انه موجود، بس انا مستغرب ليه احمد محمد السيد في القائمه واحمد حمدي بره القائمه، مع ان احمد حمدي ده يديك مرونه تكتيكيه فشيخه هو محمد السيد، الاثنين 100. اللي زعلني برضه اكتر ان عوده دونجا برضه، يعني دونجا هيكمل. طيب تعال نتكلم كده، هو في نص الملعب واخد مين او لا؟ تعال نشوف اللعيبه اللي تقدر تلعب في نص الملعب. بالمناسبه القائمه شهدت رجوع احمد فتوح تاني. تعال نتكلم في اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب او اللعيبه اللي تقدر تلعب في نص الملعب عشان الناس بس ما تمسكهاش علينا. نص الملعب واخد عبد الله السعيد، محمد شحاته، نبيل عماد دونج، سيف جعفر، تمام، ادم كايد، ناصر ماهي، واحمد فتوح بقى في يلعبها. فانت واخد ادي 1 2 3 4 5 6 7 في نص الملعب هيلعب منهم 2. هجوميا انت مستبعد احمد حمدي اللي يعتبر يلعب رقم 10 ويلعب في نص الملعب، وعمرو ناصر المهاجم مع عبد الحميد معالي. انت النهارده عبد الحميد معالي ده حاجه يعني تخليك تتجنن او تحس ان المدرب بتاعنا ده مجنون. ليه؟ هو اول ما اعتمد على معالي اعتمد عليه في ماتش المقاولين، في ماتش سيراميكا اسف، ولعبه ربع ساعه عفوا ولعبه ربع ساعه. حلو. الراجل بان جه بعدها المقاولين لعبه 5 دقايق بس. بعد كده ماتش النهارده بتاع مودرن استوى الله القايمه خالص. ليه؟ ده ما يدلكش اللي غير يعني في عدم اقتناع فني بلاعب لسه بيقول يا هادي، وقلتها من زمان. الناس لو حجبت على الراجل ده هو اللي هو عبد الحميد معالي في البدايه هتظلمه، لكن الراجل كان مبشر جدا في البدايه. انت النهارده بتستبعده او بتستبعد عمرو ناصر وعبد معالي من الحته الهجوميه اللي ناقصه عندك. انت شيكو بنزا موجود، الفينا وعدي الدباغ وناصر منسي بس، واحمد شريف طبعا اللي جه قائمه جديد. طب انت المره اللي فاتت حطيت عمرو ناصر والنهارده بترجع احمد شريف، الماتش الجاي رجع عمرو ناصر وطلع احمد شريف. في حاجه تحرق دمك. فالتشكيل هيبدا كالاتي، انا متوقعه بحسب القائمه اللي موجوده. تمام. صبحي حراسه المرمى، عمر جابر، حسام عبد المجيد والونش ومحمود بنتاي، عبد الله السعيد ودونجا وشحاته. اعتقد كده هيلعب عبد الله السعيد ودونجا وشحاته، وهيلعب ده الا ما لعبش يعني مثلا بدونجا وشحاته واستبعد عبد الله السعيد وحط ناصر ماهر قدامهم. على اليمين شيكو بنزا، على اليمين 2000، على الشمال شيكو بنزا، تمام، قدامهم راي الدباغ. ده التشكيل بنسبه 90%. تسالني عن رايي بقى في حاجه غريبه الشكل، يعني انا مش فاهم انتوا يعني انت عايز توصلنا لايه؟ انت عايز يعني هو في ايه يا جماعه في النادي اللي انا فيه دي؟ يعني والله مش فاهم. انا محسوبين نجيبوا عيل اللي يذبحوه، نجيبوا شيوخ نبخروا النادي. ايه يا عم؟ تسالني عن رايي اقول لك بقى يا سيدي، قلت لك قبل كده انا مش هحكم على المدرب غير بعد 5 6 ماتشات، لكن في حاجات لابد الحكم فيه او لابد تفهمني. ليه خدت محمد السيد وليه احمد حمدي مش موجود؟ ليه احمد حمدي معالي بره القايمه؟ دي اسئله المفروض الناس تسالها. ده المفروض يعني انا قدامي عمرو ناصر وناصر منسي، حط ناصر منسي وتبقى عمرو ناصر بره، حاجه يعني بالعقل اهو.
تسالنا لاي انا بقول لك ورساله لجون ادوارد، خلي بالك وجهز نفسك لبديل الراجل ده من دلوقتي. بديل الراجل ده يكون جاهز، الراجل ده ساعه اي تعثر يلا مع السلامه مشيه. انا بقول لك اصل في حاجات كده هي بديهيات كره القدم. يعني كولر برضه فتره من الفترات استبعد علي معلول بعد الاصابه، هوب ركب الصاروخ ومشي، لان علي معلول كان من اهم لعيبه الاهلي حتى وهو لسه راجع من الاصابه. فالنهارده انت بتعاند مين؟ بتعاند نفسك؟ انا مش عارف، هي اقتناعات فنيه برضه في الاول وفي الاخر، لكن انا بقول لجون ادوارد جهز البديل من دلوقتي. حلو الموضوع خلصان اهو. بالنسبه لمشكله الارض، مشكله الارض في اجتماعات جاريه عشان الناس مش فاهمه برضه اللي بيحصل. الزمالك بيحاول يجتمع بناس مهمه وبيحاول يخلص الموضوع، وانا بقول لك حسيتها كده زي ما قلت لك، شام ريحه وحشه وشام برضه ريحه حلوه، ريحه وحشه تجد في حد هو اللي شاكي، وفي بعض المصادر اكدت ان المستشار مرتضى منصور هو اللي كان شاكي، الله اعلم بالحكايه. لكن زي ما قلت لك انا شام ريحه حلوه، فشام ان شاء الله انفراجه، وحاسس ان الموضوع ده اهو هيعدي، وحاسس النهارده هترجع على الزمالك تاني، لان الزمالك وادارته مستميتين، وانا قلت لك انا واثق في الاداره، لان الموضوع راح للحته الاداريه اللي بيفهم فيها مجلس اداره نادي الزمالك. تمام. فاخي يعني ايه اخر حاجه ايه قبل ما انهي يعني، فرساله ثانيه جون ادوارد جهز البديل. انا بقول لك جهز بديل، لو استمر على العك اللي بيحصل ده، النادي مش هيشوف خير. في النهايه ده كان ملخص سريع خفيف كده، فمن فضلك بعد اذنك بس اذنك اهو تدعمني، تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، وتقول لي رايك في الكومنتات لان رايك يهمني، واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله بعد ماتش ونكون كسبنا والصداره ان شاء الله الزمالكاويه، والسلام.